لو انت من المهتمين بعمليات البيع الافتراضية فهتكون عارف مصطلح NFT. ولو انت مش مهتم خليني اقولك ان ال NFT بيستخدم تقنية البلوكتشين، وهو اساس العملات الرقمية زي البيتكوين، وبيستخدم في شراء مقتنيات كتيرة قوي زي ألعاب الفيديو ومقاطع موسيقية. ومن ساعة ما عالم الإنترنت اتوسع وكبر وبقى فيه ألعاب وعوالم افتراضية وموازية، بقى ليها كمان منتجات، حاجات خيالية مش موجودة لكن بتتباع بفلوس حقيقية وبمبالغ مهولة كمان. ممكن تشوف جنون، لكن لما تسمع الأرقام هتعرف إيه هو الجنون الحقيقي. في 3 دقايق هنقول لكم إيه أكتر وأغلى حاجات افتراضية اتباعت على الإنترنت في التاريخ كله. مطرقة الأيكوينج فيوري أو الصولجان هو سلاح في لعبة افتراضية اسمها ديابلو. هو سلاح مدمر في لعبة الفيديو الشهيرة. في الأول اكتشفوا لاعب مبتدئ ما كانش عارف قيمته الحقيقية وباعوا بمبلغ بسيط جدا لحد ما قيمته اتشهرت جدا لقوته وسعره وصل ل 40 مليار قطعة ذهبية خاصة باللعبة، وده بالظبط يعني حوالي 14,000 دولار، واشتراه شاب اسمه هايفن. ده شاب استرالي اسمه إيان أشر، طلق مراته في 2008، ومن ساعتها يا عيني بقى غريب وطبيعته اتغيرت ويئس من حياته لدرجة إنه قرر يبيعها. أيوة بالظبط كده، أشر قرر يعرض حياته كاملة للبيع بكل حاجة فيها، شغله ومرتبه وبيته وعربيته حتى صحابه. قائمة أصدقائه كلهم اتباعوا برضه علشان يبقوا صحاب الملك الجديد. وفعلا الصفقة تمت واشترى حياته شخص تاني مقابل 380 ألف دولار. سنة 2004 اشترى شاب اسمه ديفيد ستوري مكان افتراضي عبارة عن جزيرة اللبنانية كريستال بشارة أول فنانة تستخدم تقنية NFT في الشرق الأوسط، وقدرت تبيع مجموعة لوحات فنية في معرضها بدبي، وكان سعر اللوحة الأولى أكتر من 5000 دولار.